كنت عايزة أكلمكم عن مستوى المرتبات هنا في تركيا، سواء كنت ناوي تعيش في تركيا أو بتاخد فكرة. دايما أحب ناخد فكرة الناس عايشين برا إزاي. الحد الأدنى للمرتبات في تركيا 11,400 ليرة، حوالي 500 دولار، 480 490 دولار، حوالي 500 دولار. ده الحد الأدنى للمرتبات. بياخدهم مين؟ يعني الناس اللي على الله حكايتها، لا معاها حرفة ولا صنعة ولا شهادة ولا خبرة ولا أي حاجة في الحياة، يعني حد كده بيقول صباح الخير يا شغل. مفيش مكان هنا يقدر يشغل حد بأقل من 11,400 ليرة اللي هي 500 دولار. ده غير إن صاحب العمل بيعمل له تأمين صحي على حساب صاحب العمل ما يعادل 2,400 ليرة. يعني التأمين الصحي بتاع الشخص العامل ده على حساب صاحب العمل ب 2,400 ليرة غير ال 11,400 ليرة. يعني حتى يعني علاجك أو إنك تتعالج ده مش على حسابك أنت كمان، ده على حساب صاحب العمل أو على حساب الدولة. ده أي حد بيشتغل؟ يعني الزبال اللي في الشارع بياخد 11,400 ليرة اللي هم ال 500 دولار؟ لا، الزبال اللي في الشارع ده يعني شغال تبع البلدية. تبع البلدية ده يعني شغال في الحكومة، مرتبات الحكومة أعلى من كده بكتير. أنا بكلمك على الناس اللي ممكن يكونوا شغالين في محلات، شغالين في أي حاجة خاصة، لكن طالما أنت شغال في الحكومة إذا فأنت محظوظ. الحد الأدنى للمرتبات في الحكومة يعني أو متوسط المرتبات في الحكومة من 20 ل 30 ألف ليرة. ده كده في المتوسط، يعني تبتدي كده من 20,000 ليرة لو أنت لسه داخل أو لسه متعين ولا بتشتغل في كمان مكان على قد حاله، يعني تاخد 20,000 ليرة، ويبتدي المتوسط ده يعلى كل ما المكان يبقى أعلى. يعني بنتكلم مثلا في حوالي 1000 دولار وانت طالع مثلا يعني. طيب يعني الزبال اللي في الشارع ده بياخد 1000 دولار؟ لا بصراحة عشان ما نبقاش ظالمينهم، الزبال اللي في الشارع بياخد حوالي 650 دولار، يعني حوالي 17,000 ليرة. وانا سألت بقى في النقطة دي تحديدا لما قالوا لي الحد الأدنى للمرتبات 11,400 ليرة، قلت لهم يعني الزبال اللي في الشارع ده بياخد 11,400 ليرة؟ قالوا لي لا، ده بياخد حوالي 17 18,000 ليرة، ده شغال في الحكومة في البلدية. قلت لا تمام، كنا ظالمين. فده متوسط المرتبات هنا في تركيا. فئة مثلا زي الدكاترة، بس إذا كانت شغالة في مستشفيات حكومية، عشان شغال في مستشفيات خاصة بياخد أعلى من كده بكتير. الدكاترة اللي شغالين في مستشفيات حكومية بياخدوا حوالي 32,000 ليرة. الضباط بياخدوا أعلى من كده، اللي شغالين في الداخلية. حتى هنا تلاقي ناس كتير قوي، طول ما انت ماشي تلاقي ضباط ما شاء الله، عندهم غزارة في إنتاج الضباط. طيب هل المرتبات دي بقى لها قد إيه؟ هي ثابتة كده بالدولار، بمعنى إنه أنا كنت هنا في نوفمبر 2022 كان الدولار ب 18 ليرة، دلوقتي الدولار ب 27 ليرة، في 30% زادت في سعر الدولار. 30% اللي زادت دي زاد معاها أسعار كل حاجة هنا في تركيا 30%. فالإدارة التركية أو الحكومة التركية أو القيادة التركية، أردوغان تحديدا، قرر يزود دخول جميع العاملين في الدولة 30% اللي زادهم الدولار، بحيث ان مفيش اي حد حياته تتاثر ولا اي حد احتياجاته تقل، الحاجات اللي كان متعود يشتريها ما يبقاش قادر يشتريها، حد مستوى معيشته او مستوى حياته تقل بسبب ان الدولار زاد، بسبب غلطه عند الاداره التركيه او الحكومه التركيه بسببها زاد الدولار. لا، الحكومه التركيه تتحمل ده وحدها، الشعب لا يتحمل ده. احنا الدولار الليره عندنا قلت 30%، يبقى هنزود دخل الناس 30%. الدولار زاد 30% فزودوا دخل الناس 30%. بمعنى انه الحد الادنى للاجور او الدخل الناس او يعني المرتبات في تركيا من 8 شهور فاتت كان 8,600 ليره تحديدا الرقم ده. دلوقتي 11,400 ليره، زادوا 3,000 ليره اللي زادهم الدولار. الحد الادنى للمرتبات يعني المتوسط المرتبات الفئه الاعلى من كده كان حوالي 14,000 وشويه ليره، دلوقتي 20,000 ليره، فكله زاد 30%. عشان مفيش حد حياته تتاثر، حفاظا على الطبقه الوسطى، حفاظا على انه الناس تفضل تقبض بالدولار بغض النظر عن سعر الدولار. انت الحد الادنى للمرتبات كان 500 دولار من سنه، من 10 سنين، هيفضل 500 دولار، وهكذا. حد المتوسط المرتبات 1000 دولار مثلا يعني في العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص أو أي مكان، ده متوسط المرتبات، هيفضل هو 1000 دولار. ضيف لده إن الحياة في تركيا رخيصة جدا مقارنة بأوروبا ومقارنة بأمريكا. يعني إذا كنت تقول لا، ما هو أصل 1000 دولار دول برضو مبلغ قليل قوي، ما أنت في أمريكا بتاخد حوالي 3000 دولار، بس الحقيقة أكتر من كده بكتير قوي. أنت في أوروبا بتاخد من 1500 ل 3000 يورو،
بس الحياة أغلى من هنا بكتير قوي. خلي بالك، هي نسبة وتناسب. أنا بس بقول لكم الناس هنا بتقبض كام، الحد الأدنى مرتبات كام، وبس، ولا تعليق من جانبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدروا تأكدوا من الكلام ده بسهولة من إنك تخش على النت أو تسأل أي حد تعرفه في تركيا. السلام عليكم. هل الكلام ده من دماغي؟ لا، ده كلام الناس اللي شغالين في تركيا. أما ده فالموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التركية، يعني كل اللي هنقوله دلوقتي وتسيبكم من اللي فات هو كلام رسمي وموثق ومن مصادر رسمية. في مايو 2023 أردوغان بشر موظفي القطاع العام إن الحد الأدنى لمرتباتهم هيوصل ل 22 ألف ليرة بنهاية عام 2023، يعني حوالي 1300 دولار، وإن الحد الأدنى لمعاشات المواطنين المتقاعدين هيكون 5500 ليرة في 2023 بزيادة 3500 ليرة، يعني حوالي 293 دولار. وفي يونيو 2023 زاد بالفعل الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 23 وأصبح 11402 ليرة تركية، يعني حوالي 455 دولار، بعد ما كان 8500 ليرة في أول 2023. وصاحب ده قرار إضافي للعاملين في الوظائف الحكومية برفع مرتباتهم 45% ليصل الحد الأدنى لأجور الموظفين في الدولة ل 15000 ليرة، يعني حوالي 768 دولار. وده عشان يحافظ إن دخل الناس بالدولار يفضل ثابت مهما اختلف سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، عشان حياة الناس ما تتأثرش. والمعلومة المؤكدة إن الحد الأدنى للمرتبات في تركيا في 2013، يعني من 10 سنين فاتت، كان 803 ليرة تركية اللي هي كانت تساوي 451 دولار، وفي 2023 أصبح الحد الأدنى للمرتبات 11402 ليرة اللي هي 484 دولار، يعني فضل الحد الأدنى للمرتبات ثابت بالدولار. وده لأن الحكومة التركية كانت دايما شايفة إنها المفروض اللي تتحمل مسؤولية انهيار عملتها مش الشعب. أنا إيمان الأشراف، أشوفكم في حكاية جديدة.